رمضان كريم على كل اخواتي وكل سنة وانتم طيبين. ونتكلم او نرجع بقى نتكلم على ماتش الزمالك وقبل ماتش الاهلي والكلام ده كله. ماتش الزمالك ومودرن سبورت في الكاس واللي حصل في الماتش ده من تهريج وفضح حكام زي العادي يعني بتاع الماتشات الزمالك اللي بقت فيها كلها فضايح، وفي الاخر كل واحد يجي يقول اصل الاهلي بيتجامل، اصل الاهلي مش عارف ايه، اصل الاهلي الحكام معاه. وبالنسبه للي بيحصل في ماتش الزمالك اللي هم عارفين ان الحكام معاهم بيعملوا نفسهم مش شايفينه. الماتش النهارده اتلعب من غير فار بطريقه ما حدش فاهمها، ولا ليه ان هو اتلعب من غير فار ولا اي كلام ده. بس هو تمام اتلعب من غير فار واتلعب من غير فار، رغم هو ده الماتش الوحيد في الدور 16 ان هو اتلعب من غير فار. ولحد دلوقتي محدش عارف ليه ان ده ما اتلعبش يعني بفار. بس تمام، ايه اللي حصل بقى في الماتش لما متلعبش بفار؟ ضربتين جزاء صراح وطرد لصبحي والحكم عمل نفسه مش شايف. لا، والضربة بتاعت صبحي هو ادى انذار وفاول على لاعب مودرن سبورت مش على صبحي، ده اول كده تهريج. وفي كورة برضو لاعب الزمالك داس على لاعب مودرن سبورت ومفيش اي حاجة وصباح الفل وعدت والكلام ده كله. وفي الاخر يقولولك الحكام مع الاهلي، الحكام مش عارف ايه، الحكام وحشة على الكل، وحشة بس بتصب في مصلحة كل شوية فريق وشوية شوية. ايه ده، احنا ظلمنا الاهلي المرة دي هنبقى مع الاهلي المرة الجاية، ظلمنا الزمالك المرة دي هنبقى معاه المرة اللي جاية. بيراميدز ما بيتظلمش ما شاء الله، قطر شغال قطر ولا حد بيجي جنبه. وعندهم مشاكل تحكيمية بالهبل في الماتشات وكلها بتبقى لمصلحة بيراميدز. بس ما علينا. بس احنا بنشوف في ماتشات الزمالك كتير قوي حاجات تحكيمية، وفي الاخر يقولك مش عارف ايه بتعدي ومش عارف ايه والكلام ده واصل حصل في ماتش الاهلي اصل مش عارف ايه ودي ما اتحسبتش. فضايح تحكيمية حرفيا في ماتشات الزمالك، وفي الاخر كله بيعمل نفسه مش شايفها. وادي الماتش اتلعب وادي الزمالك كسب بالتحكيم وان هو من غير فار وكل الكلام ده قبل ماتش الاهلي. ودلوقتي يوم التلات الجاي هيبقى الاهلي والزمالك. طبعا كل الزملكاويه يقول بص بقى مفيش لعب، احنا مش عارف ايه، ده الاهلي هياخدها بسهوله، الاهلي مش عارف ايه، الاهلي كسب الماتش. نفس كل الاسطوانه بقالهم 5 ماتشات هيقولوها وبتتقال وكل الكلام ده هيحصل. بس ماتش الاهلي يعني هو مفيش فرق، يعني مفيش خلاص اللي هو ايه ممكن يتعادل مش عارف ايه، لازم الاهلي لو ما داس من اول ربع ساعه ما داس وجاب جون الماتش هيروح للزمالك 100%، هيروح هيكسبوا يعني مش هيتعادلوا. هنقول الزمالك وحش والاهلي اجمد مش عارف ايه، اذا الاهلي وحش الاهلي وحش وبقالنا كذا ماتش بنكسب بالعافيه، وساعات بنكسب في اخر دقيقه، ماتش حرس الحدود وماتش طلائع الجيش بنضيع بالهبل والكور الاسود تخش ما بيشوطوها في السما. فالاهلي لا وحش برضه مش حلو. بس عامه هنشوف بقى هيبقى ماتش ايه، اللي طبعا الزمالكاويه مش عايزين يجيبوا حكام اجانب وهي حاجة هيسيبوا حكام مصر، عشان طبعا شوفنا ليه في ماتش مودرن سبورت. بس هنشوف ايه اللي هيحصل في ماتش الاهلي والزمالك ونتقابل يوم الماتش. كان معاكم يوسف، متنساش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس، وسلام.